الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده كيكه بالشوكولاته سهله خالص وبيضتين بس. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بيضتين بحراره الغرفه، عليهم نص معلقه خل ومعلقتين كبار كاكاو وكمان رشه فانيليا ومعلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان اللي هو نسكافيه. هنزل عليهم بنص كوبايه زيت نباتي وكمان نص كوبايه لبن ومن كوبايه الا ربع سكر لكوبايه كامله حسب تذوقك في الماده الحلوه. انا هضرب كل دوت لحد ما كل حاجه عندي تدوب. ولو مش عندك مضرب كهربائي ممكن تعمليه بمضرب يدوي عادي، بس تحطي السكر بودره عشان يبقى مسهل عليكي في عمليه الضرب. ده قوامها بعد ما ضربته. هنزل بقى بكوبايه دقيق منخوله عليها معلقه صغيره بيكنج باودر وكمان ذره ملح. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما الدقيق عندي يختفي والقوام كله يبقى متجانس. عندي هنا صينيه مدهونه زبده او زيت، هنزل فيها كده بالخليط ومشغله الفرن عندي مسبقا. هدخلها من تلت ساعه لنص ساعه كل واحده وحسب الفرن بتاعتها. على بالي الكيكه ما تستوي نعمل بقى الخلطه بتاعه التوبينج وكمان خلطه التسقيه. اللي اول ما الكيكه تبرد هطلعها من الفرن واسقيها بيها سهله خالص. هحط نص معلقه قهوه سريعه الذوبان اللي هي نسكافيه وكمان زيهم معلقه كاكاو صغيره واقلبها كويس عشان كل حاجه تدوب. معلقه كبيره كاكاو وكمان معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان وكمان 4 معالق كبار كريم شانتيه. هنزل كله بمضرب. ده قوامه. انا هسيبه في التلاجة عشان ما يسحش مني لحد ما الكيكه تستوي. الكيكه عندي استوت وبردت خالص وكمان عملت لها تيست بالعود الخشب. هنزل بقى بخلطه التسقيه كده وكمان افضي الكريم عليها واسويها. بسم الله. هشيلها بس في الفريزر كده حوالي نص ساعه علشان تمسك معايا، وبعد كده احط اخر حاجه صوص الشوكولاته. انا نزلته معاكم كذا مره في فيديو، تقدروا تنزلوا تشوفوها في القناه. شكلها بعد ما حطيتها في الفريزر وطلعتها هحط بقى كده صوص الشوكولاته بشكل عشوائي. عايزه اقول لكم بجد طعمها تحفه. ممكن تجيبوا عود الخشب تعملوا فيها كده اي منظر. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا جدا، هتديكم نفس النتيجه بتاعه الجاتو الجاهز. كده تكون وصفه معايا النهارده خلصت. اتمنى ان انتوا تجربوها، ياريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفه تانية جديده.